ازيكم عاملين ايه؟ ومعاكم حلقه جديده من برنامج 3 بونت، والنهارده هنتكلم فحبينا نتكلم معاكم في الفقره دي على الدوري المحلي بتاعنا. يعني ال 10 دقائق او 5 دقائق دول على اساس المونتاج هيوصلوا قد ايه. ده محلي، فانت لو مالكش في المحلي يا ريت تتفرج برضو علشان تزودنا فيوهات بالله عليك. الزمالك عامل ايه؟ اخباره ايه؟ طمنا عليه. انا عايز اطمن عليه والله. الزمالك كان بيقول لك ابراهيم خالد بيقول في 15,000 في خزنه الزمالك جنيه مصري، منهم 5000 جنيه متوفره علشان حسين لبيب ما بيشربش سجاير الفتره دي. حسين لبيب هو مش اسمه ممثل ولا قالوا في حسين لبيب وهو يعني مثلا ده هو اصلا بيشرب كليوباترا. ايوه، وقال لك 5000 في 5000 هو بيحرق كام قرصه في اليوم؟ انت عارف الفتره اللي جايه ايه؟ الفتره الجايه ايه؟ حساب بنكي وتبرعوا للزمالك. لا ملوش لازمه. لا عيب لما ده يحصل، عيب والله اصلا. انتوا رايحين لكده. لا ما ملوش لازمه. انت لعيبتك اللي انت قايم عليها اصلا هتمشي يا اخي. ما هم اصلا حقهم اللي هو 2000 و 3000 والحاجات دي كل ده هيطير. انا قايل لك من الاول احنا معناش فلوس، صح؟ مش انا قلت كده؟ انا قلت لك معناش فلوس. بس الموضوع بوخ. ما انت مش هتلعب الدوري 8 ماتشات بس. لا ما بص، انا شايف ان احنا والله احنا فضازيه نقفله. لا عيب. يبقى نادي ترابيزه وشمسيه وكرسي لا عيب تروح تلعب بالسكوت. عيب قوي اللي بيحصل ده. عيب قوي اللي بيحصل ده. يعني ايه مجلس اداره اصلا مش عارف يوفر موارد، مش عارف يوفر. يعني ايه ان هم اصلا لا بجد والله العظيم. يعني اصلا يعني ايه؟ اصل احنا كنا قاعدين على الارض بتاعت اكتوبر فعشان في قروض فعشان ايه القرف ده؟ ايه القرف ده مش فكره دوت ولا مجلس اداره ولا مستثمرين ولا اي حاجه. والمشكله ان هم كلهم المفروض انهم ناس تقيله بقى. واحد عنده مش عارف توكيل بتاع ايه. قال لك ياكلهم قبل ما يتسلوا بيه. لا والله اصلا انا اصلا انا قرفان منهم. يعني هم اي حاجه يقولوا لهم حقهم. يا عم هو الوضع كان الله في عونه. بس عندي فكره ليك. ايه هي؟ ما تاخد كام ولا بعديه اسبوع. وتصدق اقسم بالله العظيم اصلا ده لو ينفع والله العظيم الراجل ده لو دخل حط رجله في النادي هيطلع لكم فلوس. ايوه هو هيطلع. هو اصلا هو هيعمل لنا كده خطه كده هيجيب لنا فلوس. راجل بتاع شغل، راجل بيزنس مان فاهم هو بيعمل ايه. انا عارف ان انا هجيب من التراب فلوس. جميل. انا بس شفت مقاله كده بتقول لك كان سيد عبد الحفيظ قصاد مين في مجلس الاداره عندكم اللي هو سليمان تقريبا. احمد سليمان ده هو في مجلس الاداره صح؟ أوه. بيطلع في القنوات. قال لك بص الفرق ما بين الاثنين. يعني احمد سليمان عضو مجلس اداره في الزمالك بيطلع يتكلم في حاجات في الزمالك والناس بتقول له ما ينفعش تطلع في القنوات، يقول لك لا ده اكل عيش. تمام. فهو اخد مجلس اداره الزمالك واخد القنوات مصلحه. يعني هو مش بيشتغل لاجل النادي. هو التلفزيون كله كده دلوقتي. هو زمان سرح وحشه قوي في 2015 ساعه ما خدنا الدوري والكلام ده. تمام. فقال لك بقى ايه؟ هو اللي كان جايب اللعيبه اللي كانوا ساعتها طارق حامد ومش عارف ايه كام واحد كده كان جايبهم ماشي. يقول كان بيتعامل مع واحنا صدقنا الكلام ده وان هو قلبه على النادي وان هو اللي بيجيب اللعيبه ديت وان هو عينه حلوه والكلام ده كله واحنا لبسناه في الاخر. هو طبعا مش حاجه من الكلام ده كله. هو اصلا قلبه على النادي وهي اصلا كلها مصالح ودايره ماشي. وقال لك والجنش انا اللي جبته وانا اللي شفته. ايوه اللي انا عايز اساله لك النهارده هو اصلا مش وجه يطلع السنه الجمعيه العموميه بتاعتكم ما تسلموا على بعض كده يا جدعان، نقعد قاعده نقول لهم يا جدعان اطلعوا بره. مين اللي هيسلم؟ مين هيقول؟ مين مصالح وسبوبات؟ انت ازاي؟ انا بتكلم بص هقول لك حاجه بايظه. هي بايظه مش من دلوقتي. الاعضاء بتاعت النادي، الاعضاء كلهم اصلا شلل. دول تبع مين ودول تبع مين والكلام ده كله. انتوا رايحين للاسماعيلي بالظبط كده. ده الاسماعيلي انضف دلوقتي. لا مش انضف. على الاقل النهارده الاسماعيلي بقول لك ايه، هو مش موجود والاخير بس ما فيهوش البروباجندا بتاعت الزمالك اللي عشان مش بتسلط اضواء بس. لكن الاسماعيلي بيروح في داهيه وده كله حرام. ما تسلطش اضواء وده كله حرام. احنا كل واحد بيجي عندنا هو جاي بيقلب عيشه بس مش اكتر. جميل. فالموضوع لا الموضوع بقى وحش قوي. يعني واي لعيب حقه. يعني انا مثلا واحد شايف ان انا عندي انتقاد على كل اللعيبه بس يا عم انتقد ايه اساسا؟ ده واحد تخيل واحد بيشتغل من غير فلوس نهائي. يعني حتى انت مش بتديني جزء، مش بتعمل معاك يا عم اديني من غير فلوس وهو النادي اللي جالك ما خدش فلوس. فانت يعني انت متخيل يعني ايه لما بيطلع تصريح ان المدرب بيقول لهم حد عايز اسلفك؟ ايه ده؟ لا وتيجي تبص الناحيه الثانيه في الاهلي اللي بياخد 100 عايز يعدل عقده. اللي قابضهم في ايه دول؟ والعلم دي حاجات من الكوارث. يعني برضه احنا ما ينفعش نستثني ان احنا اللي وصل برضه المرحله للارقام اللي احنا فيها ديت اهلي وزمالك. هم اللي وصلوا الدنيا للارقام ديت. اهلي وزمالك وبيراميدز قبل بيراميدز ماشي. ما يبدا يشد حلو اللي كان موصل الدنيا كده. معلش لما كان مرتضى منصور راح يجيب لك عقار 47 مليون. لكن في وقت ايه؟ قبل بيراميدز ماشي. قبل بيراميدز ايوه. لكن في وقت ايه؟ احنا الزمالك بسبب من الاسباب الهطل اللي بيحصل دوت الاهلي والزمالك. ايوه. وجي بعدهم بيراميدز بس كان في بالجنيه المصري. بس يعني واصله للجنيه المصري. بيراميدز داخل دولار. وبيراميدز برضه ما قصرش في حاجه قوي وما عملش حاجه. بيراميدز لغايه دلوقتي ولا نادي جماهيري ولا الكلام ده كله. طلع نزل عمل اي حاجه. مش بيراميدز قصر لحد من سنتين لما ابتدى يركز في ناديه. هو كان برضه بدايه الدنيا ديت ايه؟ ان اصلا بيراميدز كان معمول ليه في الاول عشان يخرج على الاهلي بس. تمام. يعني كان هو قرف كله قرف في عك في كل حاجه. ولما لما غير فكره من سنتين بالظبط، مشى عبد الله السعيد ومشى مش عارف ايه. انا مش عايز اخنق، انا عايز انافس. عمل فريق محترم جدا، جايب لعيبه ومدرب محترم جدا ومدرب محترم ودخل ونافس وكان هياخد الدوري واخد افريقيا. بس مش هو ما عندوش لبخ. بس مش هو برضه الاساس. هو برضه هنجيب بقى اساس كل حاجه. هو كان تركي آل الشيخ من اول ما دخل رياضه في مصر. من الاخر يا جماعه هو ده بص كل حاجه. يا ريت تحط تيت على تركي آل الشيخ بالله عليك عشان احنا نفسنا نسافر السعوديه.
معالي المستشار بالله عليك. انتوا ما عندكوش كوادر للاسف مالهاش اي حاجه. تقعد على كرسي رئيس او تخطط ما للنادي. عندناش. مفيش، مش موجود مفيش. اصلا. مفيش زملكاوي كادر زي مجالس اداره الاهلي اللي عدت على تاريخ النادي الاهلي يفكروا النادي للاسف. بص برضه انا فالموضوع مش حله في ايه؟ مش هحط الاهلي قوي يعني. الموضوع حله في ايه؟ مش هيتحل. الاهلي في عوامل كتيره، في عوامل كتيره وفي سندات كتيرة. شوف انت اصلا القوائم اللي نازله في الاهلي كله قايمه اصلا حاجه كده اللي هو حاجه محمله ايوه محمله جدع انت. معلش عمدان في مصر. ناس ايه ده يا جدع انت؟ ثانيه واحده ما بقول لك انت مفيش هو كوادر. نازل اداريا صح، ونازل عارف ان هو مش عامل مصلحه من النادي الاهلي ويخلع. لان هو مش محتاج اصلا هو ولا هيعمل مصلحه النادي الاهلي ولا هيديله من جيبه، لكن هو عارف انا هخليه ازاي يبقى في موجود. جميل. ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. مفيش في كام مليون زملكاوي واحد يا عم فكره. الراجل بتاع اديتا وهاني بير زمان، الراجل ده موجود في مجلس الاداره، هو اصلا مش موجود، ما بيجيش اصلا، تمام. هو مش موجود اساسا. هو كل عندكم هو كل اللي عمله ايه اصلا؟ هو كل اللي عمل عمله الإعلان. كام اعلان، شوف دول دخلوكوا كام والدنيا والليله وشكرا، واصلا مش موجود مش موجود في مصر اصلا. انا عملت. طب انت اصلا داخل معايا ليه؟ يا اخي معايا ايه؟ جاي لي ليه؟ هو زملك، هو جاي عشان زملكاوي ولا عشان رجل اعمال؟ عشان زملكاوي. الزملكاوي رجل اعمال يعني. ما هو كده مش زملكاوي. بس هو عشان بقى الراجل ومشاغله والدنيا مش والليله فاضي. والكلام ده كله، فمش موجود في اي حاجه اصلا. هو النادي وقعه اصلا يعني. هو كراجل اعمال النادي الزمالك يوقعه. لا، هو جاي خدوا بساعدكم بس سيبوا لي مصلحتي. لا الموضوع كان الله في العون. الاهلي عامل ايه؟ مش محتاج نقول الاهلي عامل الله ايه. عليه. كويس. انا يعني قلت لكم يا جماعه في الاول احنا بنطمن عليه. لا بص انا مش عايز نتكلم كوره، لان لو هنتكلم كوره هنبعد عن الموضوع دي. لا ما تقوليش بقى اهدوا وما تهدوش والكلام ده كله، لان كانت كلها ظروف. هو مركز كام؟ هو مركز ثالث بس عادي. خلاص بقى يعني يسكت اما تبقى اول يا عم بقى اعمل لنا كده. مش حوار اول واهدوا ماتش وعلى نفس النقط. عايز اعرف هو بس كريم هو مين الاول بس. هو لسه الاول لغايه دلوقتي برضه المصري. فين التريبود؟ نادي البلد. فرق جوان اللي القناه دي طالعه منها. ايوه ما هو فرق جوان هنا برضه. نادي ايوه 18 البورسعيدي. ايوه ماشي هو فرق جوان اللي ان شاء انا الله انا ما بجيبش سيره لنا وليكم، بقول لك هو فرق جوان بس ان شاء الله المصري لما ينزل على الملعب بتاعه. الملعب بتاعنا قرب يفتح خلاص. هو في بعض هتشوفوا حاجه ثانيه. احنا بقالنا 13 سنه بنلعب بره ملعبنا حاجه ثانيه. الجمهور. مش هيلعب على الماتش على الجمهور مش هيلعب على الاستاد برضه فاهم. هنلعب ارتاح انت بس. هو حق اصلا بيتقال ان المصري مش هيلعب عليه، مش هيلعب عليه حاجات. الاهلي مش هيلعب على المصري. صح؟ لا هو الاهلي ما ينفعش يدخل عندنا اصلا. انسى هو بقى 20 ما سنه ينفعش عدي خط القناه للاهلي 20 سنه فتقوم حوارات ثانيه. بس انا مش بتكلم عن الاهلي يعني. الاهلي ده ماتش حتى لو هنتغلب الماتشين بتوع كل موسم رايح جاي مع الاهلي مش مشكله. بتكلم عن الماتشات الثانيه تفرق معانا. كل ماتشاتنا بره ب 10 تنفار في المدرج. مشكلتك في حاجه هنا. مشكلتك ان هم اصلا بيقول لك مثلا احنا تاريخه ساعه الجمهور قد كذا. هنا في جوه البلد الجمهور مش هيسمح وهيفسخ انت وهيخش. تيجي بورسعيد تقول لي انت 3000 ايوه يعني الاستاد يشيل 30 وانت تقول لي 3000. ايوه بس عايز تقنعني ان ساعات لما ماتش تاني يتلعب المصري ويبقى ماتش جماهيري هيبقى فيه تسيب اللي حصل ساعات. لا اول سنتين ثلاثه مش هيحصل. بعد كده الدنيا هتبقى ماشيه مش يعني اول سنتين ثلاثه هتلاقي يا باشا. ما هو جميلة. المشكله ان هو اي لقطه ولو غير مش متشافه اصلا هيقول لك ارجع تلعب بره. هي دي المشكله. صح. لو لقطه ولا لو واحد ماشي في الشارع بس عمل في باب كده احنا هنلعب بس عندك شغل الجمهور وبتاع يا عم هو اصلا مش هيعمل حاجه. يا جماعه انا واحد مصراوي لعبني ماتشات الشركات والانديه التعبانه اللي هي ملهاش جمهور على ارضي. شكرا مش عايز هلعب يا عم لا هو احنا عايزين بس هلعب من 10 ولا 12 عقليه ماتش. المشجعين هنا بس تختلف شويه. هلعب من 10 ولا 12 ماتش. يخافوا على الفريق فعلا، يخافوا على الاستاد فعلا. ثانيه واحده بس. انت لو صعدت كلمه مش عارف اقولها. مش ههنيك على كلمه. مش ههنيك. هلعب هل بس انديه الشركات والانديه اللي ملهاش جمهور دي يعني نص الجدول باشا انا عايز اقول لك على حاجه بس. اصلا عايز بس اعرضك في حاجه معلش. انت كان عندك الاستاد القديم البوابه اللي كانت قفلت من بره كان عشان ايه؟ عشان ايه؟ ما تعرفش عشان ايه؟ ده انا عايزكم تتكلم. قول انت. عشان ماتش انبي. ايه ماتش انبي؟ كان المصري بيلعب انبي في الاستاد القديم. راح الجمهور طبعا انبي ملوش جمهور. راحوا هناك على المدرج بتاع اللي هم في جزء فريق الضيف من بره فسخوا البوابه ودخلوا. فراحوا رحموا البوابه. جميل. وماتش الشركات. فانت عايز تغير عليه اصلا الجمهور يفهمه انا هخاف على الاستاد، انا هخاف ان يحصل حاجه ثانيه. لا هو مش هيحصل حاجه ثانيه. نتمنى. ثانيه واحده. كامل ابو علي يعني كنت موجود في الماتش الاحداث اللي حصلت دي. ده كان موجود في الماتش. لا نفسه في الارضيه فاهم. انا كنت في الماتش انا كمان. بقول لك ايه اصلا يعني فجاه كده الامن مشي وسابوا الناس وانا واقف. طب انا قلت طب انا اصور طيب ان الامن بيمشي قبل ما الماتش يخلص. طب عايز يقفل لنا القناه. احنا ممكن نتكلم بعد التصوير بالاسماء يعني لو انت عايز. المهم دلوقتي الاستاد وصل لايه؟ الاستاد دلوقتي الحمد لله الكراسي بتتركب. بعد اذنك هبعت لك صور مش زي الحلقه اللي فاتت قعدت تقص لساني في كل ما قلت طالع زي الاهتم في الحلقه. هبعت لك صور الاستاد والكراسي والكلام ده. الاستاد ركب الكراسي بدات تترص فيه الوان ما اعرفش الالوان دي تخص مين. جايب لنا ازرق وابيض يعني المحله تيجي تلعب معانا نص موسم ولا ايه مش عارف. خلاص والمظله بتركب والارضيه فيها بتتجهز عشان يتحط نجيله والدنيا ايه ان شاء الله يوم 23 نلعب ماتش الافتتاح. هو الاستاد كده ليه؟
يعني استاد كان كده لا كده ليه؟ لا يا صاحبي، ده اتعمل بقى يعني فاهم. اتعمل شغل عالي، فاهموا ليه هو اتعمل كده؟ اتعمل شغل عالي بقى عشان النظام الفندقي والتجاري والكلام ده كله، عشان فندق يشيل. ما عادش ده انت بقى- لسه عندك في الارض اصلا بتاعت مكتب شباب الاستاد لسه جزء ده. ما عادش ايه في الفندق؟ مين اللي يعني مين اللي هيجي في اوتيل للعيبه يا المغتربه، باشا احنا لسه بنتكلم المستر كامل ابو علي، ما عادش راجل بطل مستر والكلام ده. الراجل عارف انا هعمل ايه. مم. فهو عشان كده هو الشركه إن احنا لما هناخدها بالاتجاه الاستاد يبقى كده، ده هيشيل معانا قد كذا وهيشيل ساعه اكبر، وهنعرف ان احنا نستغل مساحه الارض والحاجات دي كلها. مم. مش هيلغي زي الاول. مش زي الزمالك. طب يا باشا احنا عندنا ناس ثانيه واحده بس، انا تاني، انا اللي انا اعرفه ان ده استاد بورسعيد النادي المصري، صح؟ ده مش استاد بورسعيد، ده استاد النادي المصري. النادي المصري، النادي المصري يعني النادي ده المصري. ملك للنادي المصري، ايوه ده النادي المصري، مش من المحافظه، اه. مش او بعدين مالكش دعوه، انت مش هتلعب عليه اصلا، ما تتكلمش عليه. انا الصراحه انا مش هفتي في النقطه ديت، لان هي بس مش هفتي فيها عشان مش هو متاكد. استاد النادي المصري مش ولا نفتي ونسير جدل. لا هو استاد النادي المصري مش استاد بورسعيد. استاد بورسعيد يبقى هتجيب المريخ يلعب، هتجيب غزل بورسعيد يلعب، هتجيب الجمارك يلعب، لان كان في لما هو بتاع كان في النادي كلام المصري. قديم قبل كده بس مش هو مشكله. كان مكتوب استاد بورسعيد بس عليه. لا وبعد كده شالوا كلمه مصلحه توصل مصر. وبعدين شالوا النصر المصري وحطوا استاد بورسعيد. وبعد كده شالوا كلمة. هو هديله بقى قال لك بتاع النادي المصري بقى بس اه طب اخبار بقى النادي المصري ايه يعني؟ النادي المصري بقى يا جماعه عنده ماتش يوم 17 مع فريق اسمه مش عارف ايه، التحدي باين ولا ايه، الليبي، في دور 32 في الكونفدراليه. الماتش الاول في ليبيا والماتش الثاني ايه في السويس. وربنا يكرم. احنا الحمد لله احنا بيبقى منظرنا حلو في الكونفدراليه لحد ما ايه تروح تلعب بقى في تنزانيا وبوتسوانا والحاجات الضلمه اللي بيرفعوا عليكم النور ويطلعوا لك الاوبئه دي ويطلعوا لك قرود والعيال على الشجر وكده، تقوم اخدين تاخد الاربعه. 14 حوضه وانت مسافر عشان ما ترجعش في ايوه بالظبط كده. فان شاء الله يوم 17 الماتش ده. اه والله ده مرض، ده ولا مش دي كانت بلد؟ تنزانيا دي بلد ولا مرض؟ مرض دلوقتي. الف سلامه عليها. اه وبعد كده عندنا ماتش سموحه، وبعد كده الماتش العوده اللي هو بتاع اللي هيبقى في مصر ان شاء الله. صلاح محسن انت بتسالني جنسيته ايه؟ جنسيته ايه؟ صلاح محسن ده ايه؟ جنسيته ايه؟ عشان ايه؟ جنسيته ايه؟ عشان يعني ما تضمش. اه مش في المنتخبين؟ عندك بدل المنتخب اثنين. عمر لا استنى، ما انت عندك حسام حسن. حسام حسن ابراهيم حسن تصريح. محدش يقول لعمر الساعه. انت لا استنى، انت تصريح ابراهيم حسن ما ايه؟ شفتوش؟ قال ايه؟ قال لك ان احنا كان هو في الخطه ان احنا نضمه، وابراهيم حسن قال كده اول ما القائمه نزلت، قال لك احنا ما نضموش عشان اصابه. اصابه ايه؟ والله ده تصريح ابراهيم حسن. هو مصاب؟ هجيب لك تصريح هتنزل. هو الواد مصاب في نفسيته. الواد مصاب في نفسيته، اللي بيبعت لك لو ساعات ينزل ساعه الكلام لو ساعات. والله ابراهيم حسن لا هيجي لك صوره كراسي، يجي لك صوره ملعب، هيجي لك صوره ابراهيم حسن وهو بيقول التصريح وبيعمل بصبعه كده. لا تصحيح يبقى صوره مش هتعمل صوره. خلاص. وشوح بايده كده. فيا جماعه بطوله افريقيا اشوف صلاح محسن في التشكيله. مفيش صلاح محسن في التشكيله نشجع المغرب ان شاء الله. كده كده اشجع المغرب اصلا. انت هتشجع على دور 32 مصر. عايز ايه؟ هشجع المغرب والله. المنتخب الثاني ليا في بطوله افريقيا الجايه منتخب المغرب. ايه؟ المنتخب اللي انت بقول الثاني ليا، يعني مصر هتطلع من الدور الاول والثاني. انا بقول لك هتكلم مع المغرب. دور 32 هتشجع مصر. اكذب عليكم؟ انا بقول انتمائي على الهوا لان انا راجل صور على محتوى دلوقتي وكل صح. انا بشجع الجلطة يخرب بيت. شوف يا عم اللي شعره احمر و نعم مش شر الله. ايه رايك في شعره؟ مش شعره يا عم انا قلت لك شعره. قلت لك شعره. يا عم محمد صلاح فرق حرفي. محمد صلاح ايه بس يا شباب محمد صلاح ده؟ محمد صلاح رايح جلطة خد مني وما تعدش ورايا. خد مني يعني، ده مش حتى مش لا اسمع بس، عنده قبول واشترى بيت هناك وبتاع. زمان بيقول لك ما كانش يعرف عبيد العلوم. معلش هي فين دي اصلا؟ جلطة في تركيا. مش هيسيب ليفربول. يعني هم اللي هيسيبوه خلاص، مش هيجدد يعني. اخبار مالهاش لازمه. لناس انت الشير واللايك والسبسكرايب وتعمل كومنت وتفعل زر الجرس. لو عندك اي حاجه او اي استفسار خليه لنفسك. مش معانا جديده.